أهلا بكم يا جماعة في دردشتنا النهاردة. زي ما متعودين دايما نشرح ونتكلم في المواضيع اللي بتهمنا كلنا. أنا زي أي أم في الدنيا، بحاول وبغلط وبرجع أتعلم تاني. والنهاردة قررت أشارككم قصة حقيقية جدا حصلت معايا أنا شخصيا جوه بيتي، وهنشرح من خلالها إزاي نقدر نزرع حاجة اسمها البوصلة الداخلية في ولادنا. إزاي نربيهم يكونوا واثقين في نفسهم مهما واجهوا من تنمر أو ضغط من أي حد حواليهم. فخلونا ندخل في الموضوع على طول. المبدأ اللي دايما بقوله لنفسي وبحاول أعيش بيه هو: أنا بتحاول وبتغلط وبتتعلم. أنا بس بتحاول تعمل الصح. طبيعي جدا إننا نغلط، صح؟ بس الأهم بقى هو إننا نتعلم من الغلط ده عشان نكون نسخة أحسن وعشان ولادنا كمان. أنا قررت أشارككم الحكاية دي النهاردة لأنها حرفيا ممكن تكون بتحصل في بيوتنا كل يوم من غير ما ناخد بالنا خالص. الحكاية كلها بدأت مع ابني عمر في موقف كده ممكن نسميه أزمة اللانش بوكس. تخيلوا عمر راجع من المدرسة في يوم ومكشر كده وقال لي: يا مامي، أنا مش عايز أخد بروكلي معايا في اللانش بوكس تاني خالص، مع إنه بيحبه جدا وبياكله في البيت عادي جدا. فاستغربت وسألته: ليه يا حبيبي؟ قال لي ببراءة شديدة: عشان أصحابي بيتريقوا عليا. الكلمة دي وقفتني، حسيت إننا مش قدام مشكلة أكل خالص، إحنا قدام مواجهة حقيقية بين اللي المفروض يحصل وبين كلام الناس. أول ما قال لي كده قلت لازم نفكر مع بعض بصوت عالي. حطيت قدامهم مقارنة بسيطة جدا بين البروكلي والنوتيلا. سألته: يا حبيبي، مين فيهم أفيد لجسمنا ومهم لمناعتنا أكتر؟ ردوا علي لي: البروكلي أكيد. طيب، سألته تاني: هل الولاد اللي بياخدوا النوتيلا في المدرسة حد بيتريق عليهم؟ قال لي: لا خالص. فهنا بقى النقطة الجوهرية. سألته: يبقى كده أصحابك بيتريقوا على الحاجة الصح ولا الغلط؟ فردوا قال لي: الحاجة الصح. وده بقى بيودينا لسؤال مهم جدا لينا كلنا: هل إحنا بنعمل الصح عشان إحنا مقتنعين بيه وعارفين إنه صح، ولا بنعمله بس عشان الناس ترضى عننا وتحبنا؟ عمر سكت شوية ومعرفش يرد في الأول، وبعدين قال لي: المفروض عشان مقتنعين بيه، بس أنا برضو ببقى متضايق لما حد بيتريق عليا، وده يا جماعة شعور إنساني طبيعي جدا. فسألته: طب لو عملنا الغلط والناس سقفولنا وكانوا مبسوطين، هل إحنا من جوانا هنكون راضيين ومبسوطين من نفسنا؟ بصلي وقال لي: لا. فهنا كان لازم أنقله للنقطة اللي بعد كده، وهي قصة جحا والحمار المشهورة. استخدمت القصة دي عشان أوصله الفكرة. حكيت له إزاي جحا وابنه كانوا في حيرة مع الناس. في الأول جحا ركب وابنه مشي، فالناس قالت: يا ساتر على القسوة، سايب ابنه يتعب. طيب، جحا نزل وركب ابنه، الناس قالت: يا سلام على قلة الرباية، سايب أبوه يمشي. نزلوا هما الاتنين ومشوا جنب الحمار، الناس اتريقت وقالت: شوفوا المجانين، معاهم حمار وماشيين. طب ركب وهما الاتنين، الناس قالت: ما عندهمش رحمة، هيموتوا الحمار. شايفين؟ في كل الحالات مفيش حاجة عاجبة. القصة دي بتوضح لنا بشكل عبقري إن فكرة إرضاء كل الناس دي حرفيا مهمة مستحيلة. قلت لعمر: عارف أنا بحكي لك القصة دي ليه؟ عشان تعرف إن الناس مهما عملت عمرهم ما هيسيبوك في حالك، ودايما هيلاقوا سبب يتريقوا بيه. إحنا يا جماعة موجودين في الدنيا دي عشان نرضي ربنا وبس، مش عشان نرضي الناس. ولو فضلنا نجري ورا رضاهم هنفضل نلف في دايرة مقفولة مش هنطلع منها أبدا. طيب، هو إيه أصلاً اللي بيخلي المتنمرين يتريقوا؟ الحقيقة والسر اللي لازم نعرفه إن المتنمر غالباً بيكون متضايق إنك بتعمل الحاجة الصح اللي هو مش قادر أو مش عارف يعملها زيك، فبيعمل إيه؟ بيحاول يوقفك عن الصح ده عشان ما تبقاش أحسن منه. دي نقطة نفسية مهمة جداً لازم نشرحها لولادنا عشان يفهموا إن المشكلة في اللي بيتريق نفسه، مش فيهم هم ولا في اختياراتهم الصح. ومن هنا بقى جينا للحل العملي، حاجة كده سميتها البوصلة الداخلية أو قاعدة السؤالين. القاعدة دي عبارة عن مقياس لأي قرار بناخده. أول سؤال في البوصلة دي هو: هل اللي أنا هعمله ده هيزعل ربنا مني؟ سؤال بسيط ومباشر وبيظبط البوصلة من أولها. لو الإجابة لأ، يبقى إحنا كده عدينا نص الطريق، وندخل على طول على السؤال التاني. السؤال التاني هو: هل التصرف ده بيتعدى على حرية حد تاني أو بيأذيه بأي شكل من الأشكال؟ لو الإجابة على السؤالين دول كانت لأ، يبقى إحنا كده ماشيين صح جدا وما يهمناش كلام الناس إطلاقاً. أي حد يقول أي حاجة ولا يفرق معانا. ليه؟ لأننا ببساطة لا بنعمل حاجة غلط ولا بنأذي حد. يعني لو لخصنا الفكرة، البوصلة الداخلية دي أداة في دماغنا متكونة من السؤالين دول بس، بتوجه ولادنا وتعرفهم هما ماشيين صح ولا غلط من غير ما يحتاجوا يستنوا موافقة أو إعجاب من حد. الأداة دي بتديهم حرية رهيبة من ضغط الشلة والمجتمع، وبتخليهم واثقين في قراراتهم لأن أساسها سليم 100%.
والنتيجة المذهلة بقى للبوصلة دي إنها بتبني السلاح الحقيقي والوحيد ضد التنمر اللي هو الثقة بالنفس. دي مش مجرد كلمة بنقولها في التنمية البشرية، ده درع بيلبسه ولادنا في وش أي حد بيحاول يكسرهم. لو الطفل اتعود يستخدم بوصلته الداخلية دي هيرتاح جدا، وثقته بنفسه دي هتبقى حيطة سد ضد أي كلام سلبي. طيب عملياً بقى ننفذ ده إزاي؟ الموضوع أبسط مما نتخيل عشان نجرد المتنمر من سلاحه. 1. الطفل يثق في بوصلته الداخلية ويتأكد إنه صح. 2. يتجاهل التريقة دي تماماً كأنه مش سمعها. 3. يبين للمتنمر بوضوح إن كلامه ده لا بيأثر فيه ولا بيهزه شعره. 4. يتفرج عليهم وهم بيزهقوا ويبطلوا، لأن المتنمر بيتغذى على رد فعلك. لو حس إن كلامه ملوش لازمة وإننا مش مهتمين هيهنج ويمشي فوراً. وفي النهاية في مقولة بتلخص كل اللي شرحناه النهاردة: لما تمشي ورا بوصلتك الخاصة دوشة الزحمة حواليك بتختفي. الفكرة دي بتمنى من كل قلبي إننا نزرعها في ولادنا، خلوهم يبنوا بوصلتهم الداخلية ويثقوا فيها، وساعتها صدقوني مفيش تنمر هيخوفهم ولا ضغط هيهزهم. والسؤال لحضراتكم النهاردة: مستعدين تبدأوا تبنوا البوصلة دي مع ولادكم من دلوقتي؟ شكراً جداً ليكم، وأتمنى الدردشة دي تكون نورت طريق جديد لينا كلنا مع ولادنا.